بص يا اخواتنا مصريين من الاخر، القمه العربيه اللي حصلت النهارده هي قمه عربيه مزوره، اللي حصل فيها كله فيك ومفيش حد حضر. اغلبيات الدول العربيه كلها يا جماعه ما حضرتش القمه العربيه كلها اصلا، اللي بعت الوزير واللي بعت الرئيس. حتى احنا اللي استضاف في المطار الاستاذ احمد الشرع اللي هو رئيس سوريا كان وزير التموين المصري. هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو اصلا احنا ما كناش مرحبين باحمد الشرع يا جماعه، لحسن حد يفكر ان احنا كنا بنموت في سواد عيون. وانا بقولها للشعب المصري تاني، الرئيس المصري عارف ان هي قمه عربيه مزوره وطمعوا فينا امريكا واسرائيل باللي هم عملوه وهزقونا قدام العالم كله يا جماعه، وخلى امريكا بتفكر ان مصر هتوافق واحنا برضه مش هنوافق، ولعوا ببعض مش هنوافق. والسيسي عارف ان هي كانت قمه عربيه اصلا مزوره، وانتوا كلكم علم ملوثه بدماء الاطفال ومعروفين اذا كنتوا من العرب ولا مش من العرب، كل واحد معروف مين، كل حاجه بانت يا مصريين. السيسي بس اللي واقف للقضيه لوحده، واحنا كشعب مصر والسيسي على وشك الحرب مش هنمنع حد. والقمه العربيه يا جماعه احنا بعنا فيها زي ما انتم شفتوا، محدش وقف معانا. مصر بتعتمد على نفسها واحنا قد الدنيا، واحنا مصر معروفه ان هي ام الدنيا. والمصريين يثبتوا حضور في كومنت بتاع يا مصر وتحيا السيسي دلوقتي.